المعرض الدولي للفلاحة لمكناس هو واحد الموعد سنوي كتشارك فيه جميع الجهات، والقطاع الفلاحي كيحضر بقوة باش يبرز يعني أهم المشاريع اللي عنده. كل جهة على حدة. جهة الشرق جهة كتميز بالتنوع ديال المجالات ديالها، وبالتالي بالتنوع ديال المنتجات الفلاحية. القطاع الفلاحي فيها خلال السنوات الأخيرة عاش واحد الخصاص مائي، واحد الإجهاد كذلك مائي كبير. كاين واحد التأثير على القطاع، ولكن الحمد لله كاين مشاريع مهيكلة الآن ضمن واحد المقاربة متكاملة ومنسجمة فيها جميع الشركاء، منهم وزارة الفلاحة عن طريق برنامج الجيل الأخضر. كتنزل واحد العدد ديال المشاريع المهيكلة كتهدف أولا إلى يعني تنمية العرض المائي لضمان واحد الحد أدنى من الحاجيات. من أهمهم هو التعلية ديال سد محمد الخامس. كاين مشروع محطة تحلية المياه اللي غادي دير واحد الإضافة ديال 250 مليون متر مكعب سنويا ديال العرض المائي. كذلك هناك يعني عزل فك الارتباط ما بين قنوات مد المياه الشرب ومياه السقي اللي غتعطينا واحد العرض مائي اضافي ديال 40 مليون متر مكعب، بالاضافه الى واحد العدد ديال السدود الصغرى اللي حاليا ضمن الانشاء. هذا كله غادي يمكننا بواحد تغطيه نسبه اكثر من 80% ديال الحاجيات ديالنا في والتامين ديال هذه الحاجيات ديال الماء السائل. بالموازاه مع ذلك كاين القطاع الفلاحي السقوي كيعمل مجهود ذاتي باش يقتصد ويرشد الاستعمال ديال المياه، اللي عندنا واحد العدد ديال المشاريع، منهم تحويل ديال 90 ألف هكتار للري الموضعي. حنا الآن وصلنا ل 68 ألف، دونك وصلنا لواحد النسبة مهمة. عندنا كذلك عصرنة شبكة التوزيع ديال مياه السقي، وأهم مشروع هذا المجال هو سهل القاريط، عصرنة القاريط بمليار و380 مليون درهم. غادي يمكننا من اقتصاد أكثر من 15 مليون متر مكعب سنويا. كل هذه المشاريع بالإضافة إلى الري الذكي، إدماج الري الذكي اللي الآن ضمن التجارب لدى بعض الفاعلين الجهويين. الحمد لله حتى هو يعطينا واحد الهامش ديال الاقتصاد ديال 20% إضافية. كل هذا نحاولوا نوصلوا لواحد التوازن ما بين الطلب ديال الماء الفلاحي والعرض على الماء الفلاحي. هذا من جهة يعطينا واحد الهامش ديال صمود في وجه التقلبات المناخية. بالإضافة إلى ذلك كاين تحول ديال نظم الإنتاج، نظم مقاومة للتغييرات ومتمنة ومستدامة. أهمها عندنا تقريبا 40 ألف هكتار ديال سلاسل الإنتاج اللي متأقلمة مع الظروف المناخية ديال الجهة، منها الصبار والخروب واللوز، بالإضافة إلى إدخال سلاسل جديدة لأول مرة مثل الكينوا، وعندنا تصعد الإكتار في إطار التجارب وعطى نتائج جيدة، والحمد لله حنا في مرحلة التوسيع ديالها لدى الفلاحين. بالإضافة إلى ذلك كاين عملية ديال التثمين ديال المنتوجات اللي هو إحدى الركائز اللي كنعتمدوا عليها باش نخليو القيمة المضافة لدى الساكنة ولدى المنتجين داخل المجال. دونك عندنا واحد كما شفتوا في المعرض واحد العدد ديال المنتوجات المجاليه تم التثمين ديالنا، وكتلقى اقبال على الصعيد الوطني، وجهه الشرق معروفه بهذا كتميز بهذه المنتجات. اضيف الى ذلك واحد العدد ديال التدخلات على الصعيد الاجتماعي، كاين كتامين وتغطيه الاجتماعيه حتى هي التغطيه الاجتماعيه اللي كتهدف كذلك لتعطي واحد المقاومه ودعم الساكنه المحليه في العالم القروي. بالنسبه للمشاركه ديال جهه الشرق في النسخه 16 من المعرض ولا الملتقى الدولي للفلاحه بمكناس، كيتميز هذه السنه بالانخراط ديال الجهه في التوجهات ديال الوزاره ولا ديال الاستراتيجيه ديال الوزاره اللي خدات بعين الاعتبار الفلاحه والتغيرات المناخيه يعني بواحد الشكل مهم. وبالتالي بالنسبه للمشاركه ديال الجهه فهي على عده مستويات. بالنسبه للمستوى الاول المشاركه من خلال الرواق ديال الجهه اللي كيتعتبر واحد الفضاء بالنسبه للعرض شنو هي الاستراتيجيه ديال الجهه الفلاحه بجهه الشرق
اللي باخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخيه اللي كتعرفها الجهه، باعتبار ان جهه الشرق يعني من الجهات اللي كاين واحد الوقع سلبي ديال التغيرات المناخيه في سميتو في بلادنا. يعني كاين فضاء ايضا العرض ديال اهم المؤهلات الفلاحيه اللي كتميز بها الجهه ديال الشرق، وايضا شنو هما يعني عرض الفرص ديال الاستثمار في الميدان الفلاحي بالنسبه لجهه الشرق. كما كيتعتبر هذا الرواق ديال الجهه هو فرصه للقاءات الثنائيه ما بين الفاعلين ديال القطاع في الجهه مع فاعلين ومستثمرين سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد الدولي. ولكن اللي مهم بالنسبه لهذه السنه، يعني اللي مميز به الرواق ديال هذه السنه، هو ان كاين واحد يعني كتبان استراتيجيه ديال الوزاره في الجهه البلوره، واحد استراتيجيه، واحد المخطط فلاحي جهوي اللي كياخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخيه والتحول الفلاحي، النظم انتاج اللي هي صامده لهذه التغيرات المناخيه. كاين يعني مستوى ثاني ديال المشاركه ديال الجهه في هذا الملتقى ديال هذا السنه هذا، من خلال المشاركه في القطب ديال المنتوجات المجاليه، من خلال تقريبا واحد 47 تعاونيه فلاحيه اللي عارضه تقريبا حاليا اكثر من 15 منتوج اللي كتميز به الجهه الشرقيه. كما كتميز المشاركه ديال هاد السنه ديال الجهه هاد السنه هذا من خلال تنظيم زيارات لاكثر من 1500 فلاح اللي غادي يزوروا الجهه الاروقه وداك الشيء، وبالخصوص يعني بواحد حاملين الهم على اساس ان خصهم عارفين على اساس ان الملتقى غادي يكون يعني واحد المنصه ديال التبادل وديال التواصل مع فاعلين سواء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، لاكتشاف يعني المستجدات اللي كيعرفها القطاع الفلاحي، وكذلك بالنسبه يعني شنو هما المقاربات الجديده بالنسبه للتطوير الفلاحه والتنميه الفلاحيه، باخذا بعين الاعتبار هذه التغيرات المناخيه اللي كتعرفها بلادنا وكيعرفها العالم كامل. وحنايا كنتوقعوا بالنسبه لهذه السنه على ان يعني من خلال دابا هذه الايام الاولى ديال افتتاح ديال المعرض، ان يكون تقريبا واحد الكثافه ديال الزوار اللي غادي يعرفها الرواق تقريبا، يعني يعني على الاقل واحد 5000 حتى 6000 7000 زائر اللي غادي يمكن يكونوا اللي غادي يكونوا هنا مقبلين على الرواق.